اهلا بيك في الدرس الاول من سلسله تعلم الانجليزيه من خلال الافلام. انصحك وبشده تتابع السلسله دي لانها تستفيد جدا وهتساعدك تمارس اللغه وتحسن مهاره الاستماع عندك، وده شيء مهم جدا وهيفرق معاك كليا خلال رحلتك في تعلم اللغه. طيب هنعمل ايه في السلسله دي؟ هنتفرج فيها على افلام مع بعض، هنجزء الافلام دي المشاهد ونوقف عند كل مشهد نشرح الجمل ونترجمها للعربيه وكمان المصريه عشان المعنى يوضح معاك اكتر. واكيد طبعا مش هننسى حبايبنا اللي لسه بادئين يتعلموا ومهاره الاستماع عندهم مش قويه. هنسمع المشهد مرتين، مره بسرعه عاديه ومره هنبطئ شويه للناس اللي لسه مش بتفهم الكلام بالسرعه العاديه. وفي نهايه الفيديو زي ما انتم متعودين هنعمل ملخص سريع كده للي اتعلمناه في الفيديو، للي حابب يكتبه او ياخده سكرين شوت عشان يراجع عليه بعدين. او بالمناسبه حابب اقول لكم ان احنا نزلنا على القناه الدرس الاول من سلسله دي امريكان سلانج او العاميه الامريكيه، فلو حابب تسمعه هو مفيد جدا. شرحنا فيه هاودي وشرحنا فيه ايال، تمام. وبرضه نزلنا درس من سلسله الفرق بين الكلمات المتشابهه في المعنى، شرحنا فيه الفرق بين frustrated و disappointed. انا عارف الاتنين معناهم محبط، بس هو في فرق بينهم. هو الاتنين معناهم محبط، نفس المعنى بس في فرق بينهم. لو حابب تعرفه عشان ما نضيعش وقت في الفيديو ده في شرحهم مرة تانية، لو حابب تعرفه الفيديو موجود على القناة، شرحنا فيه الفرق بالتفصيل، شرح سهل ومرتب بالصور والأمثلة، وعملنا أسئلة في الآخر عشان المعلومة تثبت معاك أكتر. وحاليا شغالين على كورسات وسلاسل تانية وكلهم إن شاء الله هيكونوا مجانا على القناة. هنعمل لكم ان شاء الله حاجه محترمه جدا جدا هتساعدك في رحلتك لتعلم الانجليزيه من جرامر وكلمات وتدريب على مهارات التحدث والاستماع. فيلا مستني ايه؟ ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان ما يفوتكش العظمه اللي هننزلها ان شاء الله، وتضغط لايك تشجيعا لنا على الاستمرار في القناه. فيلا بينا عشان ما نضيعش وقت اكتر من كده. جهز الفشار والمشروب المفضل اللي بتحبه، عاوزك رايق كده ومركز معايا، ويلا بينا نبدا. تمام، هنبدأ في الحلقة دي بفيلم مشهور جدا جدا ومحبب للملايين من الناس، وهو فيلم سبايدر مان. الفيلم ده تم إصداره سنة 2002. هنشوف منه مشهدين في الدرس ده، وهنكمل بقى الباقي إن شاء الله في الدروس الجاية. المشهدين اللي هنشوفهم النهاردة هم أول مشهدين في الفيلم، واللي بيتكلم فيهم هو بيتر باركر، طبعا اللي هيبقى بعد كده سبايدر مان في الفيلم. وليه بنطقها بيتر باركر وسبايدر مان مش سبايدر مان وبيتر باركر؟ طبعا ان شاء الله انا زي ما قلت لكم شغال على كورسات وسلاسل تانية، هننزل فيديوهات قدام هتشرح ليه ده بيحصل والفلاب ثي وكل الكلام ده. هتكون بلاي ليست كامله ان شاء الله ومجانيه خاصه باللهجه الامريكيه، ما تشغلش بالك بالكلام ده دلوقتي. ويلا بينا نبدا بالمشهد الاول. Who am I? Who am I? طيب زي ما شفنا اول جمله في المشهد بيقول Who am I، ودي معناها من انا. وفي ملحوظه مهمه جدا هنا حابب اقولها لك، يا ريت تجيب معايا كشكول ورقه وقلم وتكتب الجمل دي عندك وتعرفها وتراجع عليها بعدين. وخلي بالك انا بقول جمل مش كلمات، يعني ما تسجلش ان هو يعني من، وام يعني اكون، واي يعني انا. ليه بقى؟ لان انت لو قعدت تحفظ كلمات لما تيجي تتكلم، انت طبعا هدفك انك تتكلم اللغه بطلاقه، فلما تيجي تتكلم بقى تقعد تقول اصل هو يعني من، ولا لحظة أنا عاوز أقول أكون، لا أنا عاوز أقول أنا، فأنا يعني فالجملة كده على بعض، لا كده مش هنخلص، ده تفكير كتير ملوش لازمة ومستحيل تتكلم بطلاقة بالطريقة دي. فأنت تحفظ جمل who am I يعني من أنا عاوز أقول من أنا who am I، بس خلصت. تفهمني؟ فما تحفظش كلمات على بعض بقى وتقعد تتعلم ازاي تركب جمل. الأفضل إنك تحفظ الجمل زي ما هي على بعض عشان لما تحب تسترجعها أو تتكلم أو الجملة في دماغك على طول وتقولها. وطبعا مع الوقت والممارسة هتنتقل عندك بقى اللغة للعقل اللاواعي، وهتبدأ انك تتكلم بطلاقة من غير اصلا ما تفكر. تمام، ويلا بينا نكمل المشهد التاني. You sure you wanna know? You sure you wanna know? تمام، زي ما سمعنا مع بعض بيقول you sure you wanna know، يعني هل انت متأكد من انك تريد ان تعرف. you sure you wanna know، you sure you wanna know، تمام. دي معناها هل انت متأكد من انك تريد ان تعرف. طيب انا شايفك هناك يلي بتقول وبتسأل فين هل دي، هو ازاي اساسا بادئ سؤال ب you؟ يعني ينفع تبدأ سؤال ب you؟ هو فين أداة الاستفهام؟ فين فعل المساعد؟ بص، هو انت صح، تمام، هو انت صح فعلا، بس الموضوع ده موجود في اغلب اللغات تقريبا، اللي هو بنختصر. حتى انت نفسك بتعمل كده وانت مش واخد بالك. هتقولي انا بعمل كده، انت بتعمل كده بس انت مش واخد بالك. انت لما تيجي تقول لصاحبك نفس الجمله دي، هل انت بتقول هل انت متاكد من انك تريد ان تعرف؟ لا، انت بتقول له انت متاكد انك عاوز تعرف. انت ازاي بدات سؤال بانت؟ هو انت دي اداه استفهام. فين هل؟
انت ليه مش بتقول له هل انت متاكد؟ انت بتقول له انت متاكد انك عاوز تعرف. اغلب الناس يعني ما اعرفش في حد بيستخدم هل ولا لا بصراحه. فانت تقريبا بتعمل نفس الموضوع. فهو نفس الفكره. you sure you wanna know دي اختصار ل are you sure you want to know. are you sure you want to know يعني هل انت متاكد من انك تريد ان تعرف. تمام. فدي اختصار ل are you sure يعني هل انت متاكد. want to know دي معناها يريد ان. want يعني يريد و to want to على بعض معناها يريد ان. و know يعني يعرف. تمام. ف are you sure you want to know معناها هل أنت متأكد من أنك تريد أن تعرف. وطبعا want to ممكن نختصرها ل wanna. ف want to اختصارها wanna. ف are you sure you wanna know معناها على بعض هل أنت متأكد من أنك تريد أن تعرف. ودي اختصار ل are you sure you want to know. ندخل على اللي بعد كده. The story of my life is not for the faint of heart. The story of my life is not for the faint of heart. تمام. زي ما سمعنا مع بعض The story of my life is not for the faint of heart. The story يعني القصة of my life. life طبعا يعني حياة و my life يعني حياتي. my دي زي ياء الملكية عندنا في العربي. شفت لما تقول كتاب مثلا بصفة عامة أنا بفهم إيه لما تقول كتاب؟ بفهم إن أي كتاب عادي بصفة عامة. أما لما تقول كتابي بتضيف على كتاب ياء الملكية فأنا بفهم إن ده كتابك أنت مش أي كتاب بصفة عامة. فهي نفس الفكرة. life حياة. أما my life حياتي. my book كتابي. my pen قلمي. فاهم؟ فماي نفس الياء الملكية في العربية. The story of my life is not دي بتستخدم لنفي الجملة. وطبعا ده هيتم شرحها في فيديو مفصل فمش عاوزك تشغل بالك بيها دلوقتي. انت بس تعرف معنى الجمل. اما كل حاجة بالتفصيل هيكون لها فيديوهات تانية قدام عشان بس ايه الفيديو هيكبر مننا لو شرحنا كل حاجة بالتفصيل. For the faint of heart. faint يعني خافت او ضعيف. يعني لما تقول مثلا faint light يعني ضوء. faint يعني ضوء خافت ضوء ضعيف. faint of heart يعني heart يعني قلب طبعا. دي كلمة مشهورة جدا. faint of heart يعني أصحاب القلوب الضعيفة. وهنا مش معناها إن قلبه ضعيف اللي هو ضعيف بالمعنى الحقيقي اللي قلبه ضعيف. لا بالمعنى المجازي زي ما احنا بنستخدمه العربي اللي هو قلبه ضعيف. انت فاهمني؟ اللي هو مش قلبه ضعيف بجد اللي هو عضلة القلب عضلة قلبه ضعيفة. لا اللي هو قلبه ضعيف اللي هو ايه مش بيستحمل المشاهد يعني. تمام. فهنا معناه الجملة على بعض The story of my life is not for the faint of heart يعني قصة حياتي ليست لأصحاب القلوب الضعيفة. ويلا بينا نخش على المشهد اللي بعد كده. If somebody said it was a happy little tale. If somebody said it was a happy little tale. زي ما سمعنا مع بعض if somebody said it was a happy little tale يعني لو حد قال لك if somebody said يعني لو حد قال it was a happy little tale. happy يعني سعيد ومعناها happy little tale معناها قصة صغيرة سعيدة. هو ايه اللي معنى قصة هنا؟ طبعا tale معناها قصة. طيب مش story يعني قصة احنا لسه واخدينها فوق the story of my life is not for the faint of heart. ففي فرق بين tale و story. طبعا في فرق. هتشرح فرق بينهم في الفيديو ده؟ لا يعني طبعا الموضوع هيطول واحنا كده عاملين سلسله خاصه بالفرق بين الكلمات المتشابهه فان شاء الله هنشرحها في السلسله دي. الفرق بين ستوري وتيل هما الاثنين معناهم قصه بس هو في فرق صغير بينهم. تمام. if somebody said it was a happy little tale يعني لو حد قال لك انها كانت قصه قصيره سعيده. نكمل. If somebody told you I was just your average ordinary guy not a care in the world, somebody lied. If somebody told you I was just your average ordinary guy not a care in the world, somebody lied. فنكمل. if somebody told you I was just an average ordinary guy يعني ordinary يعني عادي وguy يعني فتى او شاب وaverage يعني متوسط. فهو يقصد ان هو ايه لو حد قالك ان انا كنت زي اي شاب عادي not a care in the world يعني لا اهتم باي شيء في هذا العالم. طبعا انا ليه بقول not a care in the world؟ طبعا ان شاء الله جايه في قدام في سلسله اللهجه الامريكيه. تمام. in the world somebody lied يعني الشخص ده كذب عليك. تمام. فهو الجمله كده معناها على بعض لو حد قالك ان انا كنت زي اي شاب عادي مش مهتم باي حاجه في العالم ده فهو كذب عليك.
نكمل. But let me assure you, this, like any story worth telling, is all about a girl. But let me assure you, this, like any story worth telling, is all about a girl. طبعا زي ما قال but let me assure you، يعني ايه؟ يعني دعني أؤكد لك أو اسمح لي أأكد لك. let me يعني اسمح لي، ولما نيجي ننطقها في الكلام العادي أو بسرعة أغلب الناس بتنطقها let me زي كده. let me تمام. let me assure you، وطبعا assure جاي من sure بالتأكيد، فassure يؤكد، ويو يعني أنت، فاسمح لي أأكد لك. this like any story worth telling. خد بالك من this، هي بتتنطق زي حرف الذال مش حرف ازاي، تمام. this طلع لسانك وانت بتقول this مش this تمام. this like any story worth telling يعني دي زي اي قصة تستحق ان انا اخبرك بيها. worth يعني يستحق، وطبعا story اخذناها فوق يعني قصة. tell يعني يخبر، telling اخبرك بيها، فزي اي قصة تستحق ان انا اخبرك بيها is all about a girl يعني تدور حول فتاة. all about a girl، وليه بنطقها all about a girl مش all about a girl؟ طبعا دي جاية ان شاء الله في السلسلة الخاصة باللهجة الامريكية. فطبعا الجملة معناها على بعض، ولكن دعني اؤكد لك او اسمح لي اأكد لك ان القصة دي زي اي قصة تستحق ان انا اخبرك بيها، بتدور حول فتاة. تمام، احنا كده خلصنا المشهد الاول، يلا نسمعه بقى كله على بعضه بترجمة انجلش من غير عربي عشان تتعود وحاول تفهم، ومش مشكلة لو ما فهمتش المرة دي، ده طبيعي جدا لو لسه مبتدئ، احنا كده لسه بنشرح في اول درس في السلسلة. اهم حاجة ما تستسلمش وافضل حاول وتعلم وهتظبط معاك مع الوقت ان شاء الله. يلا بينا نسمعه مرة كاملة كله على بعضه بترجمة انجلش من غير عربي، يلا بينا. Who am I? You sure you want to know? The story of my life is not for the faint of heart. If somebody said it was a happy little tale, if somebody told you I was just your average ordinary guy not a care in the world, somebody lied. But let me assure you, this, like any story worth telling, is all about a girl. تمام، يلا بينا نبدأ بالمشهد التاني، هو مشهد قصير جدا. هي دي طبعا بنستخدمها للفت الانتباه، بنقول هي تمام. فهو هنا بيحاول يلفت انتباه السواق انه يوقف الباص. stop the bus يعني يوقف الباص، تمام. stop يعني يوقف، و the bus يعني الباص او الاتوبيس. That's me. That's me. that's me يعني هذا انا، ومي ضمير مفعول بمعنى انا. لو بتسأل يعني ايه ضمير مفعول وضمير فاعل وكده كده مش عاوزك تلخبط نفسك، ان شاء الله هيكون في فيديو هنشرح فيه الضمائر بشكل مبسط قريب جدا على القناة. فكل اللي تعرفه دلوقتي ان مي معناها انا، وذات هنا أداة إشارة للبعيد بمعنى هذا، وأحيانا بتكون ضمير موصول وأحيانا بتستخدم كأداة ربط. بص انت كل اللي قلته ده دلوقتي ما تشغلش دماغك بيه، هنشرح that و this و those و these وكل ده في الفيديوهات الجاية ان شاء الله. اللي تعرفه دلوقتي ان that's me معناها هذا انا، والباقي هيجي وقت قدام ان شاء الله. tell him to stop. tell him to stop يعني اخبره ان يتوقف. وليه بيقول tell him؟ هو انت لو سمعت في الفيديو وهو قال tell him to stop ما بيقولش tell him، لان طبعا اغلب الامريكان لما يجوا ينطقوها بسرعه بينطقوها tell him زي كده، مش tell him يعني اخبره، يعني اخبره. him زي الهاء في اللغه العربيه اللي بتيجي في الاخر بتعود على الشخص المذكر، تمام. فتell him اخبره، اما her يعني اخبرها، فلو انا عاوز اقول لحد tell her يعني اخبرها، تمام. وطبعا هم برضو بينطقوها teller زي كده زي telling بالظبط، هم بيشيلوا الاتش من الاخر، يعني انت اعتبر انك مش بتنطق الاتش، تمام. فهم في اللهجه الامريكيه بيحذفوا حرف الاتش، هم بينطقوها سواء من her او من him. يلا بينا نكمل. تمام، دلوقتي بقى نعمل ملخص بقى سريع لأهم الجمل والكلمات اللي اتعلمناها النهاردة، عشان لو حابب تاخدهم سكرين شوت أو اللي بيكتب ورايا في الفيديو لو حابب يكتب ملخص سريع عنده. أول جملة اتعلمناها هي who am I، معناها
من أنا. You sure you wanna know معناها هل أنت متأكد من أنك تريد أن تعرف. The story of my life is not for the faint of heart يعني قصة حياتي ليست لأصحاب القلوب الضعيفة. If somebody said it was a happy little tale يعني لو حد قالك إنها كانت قصة صغيرة سعيدة. If somebody told you I was just your average ordinary guy not a care in the world يعني لو حد قالك إن أنا كنت زي أي شخص أو أي شاب عادي مش مهتم بالحياة. Somebody lied يعني الشخص ده كذب عليك. But let me assure you دعني أؤكد لك أو اسمح لي أؤكد لك. This like any story you are telling هذه مثل أي قصة تستحق أن أخبرك بها. is all about a girl يعني تدور حول فتاة. hey أخذناها معناها بنستخدمها للفت الانتباه. stop the bus يعني وقف الباص. that's me هذا أنا. tell him to stop يعني أخبره أن يتوقف. please يعني من فضلك. stop يعني وقف. وبكده نكون خلصنا درس النهاردة. أتمنى تكون استفدت من الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك معانا في القناة واللايك والكومنت الجميل تشجيعا لنا على الاستمرار. أشوفك الفيديو الجاي. مع